عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل أحلى شوربة خضار. معايا شوية كده مكرونة لسان عصفور، هحمرها كده في طاسة غير لاصقة بدون أي دهون. معايا بقى هنا شوية مية، وأول ما تغلي حطيت عليها بصلاية وملح وفلفل أسمر وورق لورا. عندك شوربة خير وبركة، ما عندكيش اعملي زي كده، هتبقى صحية وجميلة جدا. وطبعا ايدينا دايما في المكرونة كده على نار هادية، وأول ما تتحمر هنزل عليها على الشوربة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بقى بالكوسة والجزر والبطاطس. بصوا الجمال، بصوا الالوان والريحه تحفه يا جماعه. بعد كده هنزل عليها بالكرفس، وهسيبها تغلي كده مع نفسها لحد ما تستوي. عندك شوربه زي ما قلت لكم براحتكم، عايزين تعملوا زي كده اكل صحي وبدون اي دهون، بجد خطير يا جماعه. معدتك بقى وجعاكي بتعملي رجيم، بجد تحفه. عندك شويه برد كده برضو، ما عندكيش شوربه بحاجه تدفي كده، بجد الطريقه دي هتعجبكم جدا. عايزه تحطي حته سمنه برضو براحتكم خالص يا جماعه. بصوا الجمال، انا بقول ان دي صحيه ومفيده جدا وتدفي في الشتاء. ايه رايكم؟ يلا قومي جربي، قاعده ليه؟ يا رب الوصفه تعجبكم.